اهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هيكون فيديو مختلف في القناه، مش زي الفيديوهات اللي بتنزل. هيكون فيديو النهارده هنتكلم على الخطه الذكيه جدا اللي ماكدونالدز وابل بيعملوها عشان يثبتوا لنا احنا ان الفلوس مش بتيجي الا بالذكاء وتشغيل الدماغ. طبعا تشغلها في الحلال، يعني مش تشغلها في الحرام وكده. طيب، بصوا يا شباب، قبل اي شيء، النهارده مثلا ماكدونالدز عاملين عرض من يوم، مش عارف، مش متذكر صراحه، تقريبا كان من اول 12 لحد اخره، ان هو تحمل الابلكيشن بتاعهم، اوكي، وتطلب من عنده او منه القهوه فتاخدها منهم فور فري. اوكي، دي كل يوم تقريبا كوبايه او كوبايتين، انا مش متذكر. بس الفكره اللي انا عايز اقولها لكم من اللقطه دي ايه؟ لو انت واحد غبي هتقول طب دي كده الشركه بتخسر، هو انا لما اطلع قهوه لكم مليون بني ادم، تمام، ايه اللي انا بعمله كده؟ طب ما انا كده بخسر، هو احنا بنفتح المشاريع عشان نكسب ولا عشان نخسر؟ طيب، ده من زاويتك ومن تفكيرك انت. بص يا شباب، اولا ماكدونالدز عملوا حركه ذكيه جدا، وهي انا كمحمد علاء عمري في حياتي ما شربت قهوه من ماكدونالدز، ولكن بعد الحركه دي انا فعلا حملت الطريقه ورحت طلبت القهوه، خدتها منهم فور فري، ما دفعتش جنيه، بس عرفوني طعم القهوه التحفه بتاعتهم. القهوه بتاعتهم حرفيا انا ما شربتش قهوه طول حياتي. طيب، لو ما كانش عمل الحركه دي ما كانش عرفني طعم قهوته. طيب، طب برضه هو كسب ايه؟ جاي لك في الكلام. دلوقتي هو طول شهر 12 انا بشرب منهم قهوه ببلاش. طيب، عودوني على القهوه بتاعتهم، عودوني على القهوه بتاعتهم، فهرجع اطلبها تاني بقى في شهر واحد، هتدفع. شفت اللقطه؟ طيب، نجي لها مثلا في شركه تانية زي شركه ابل. على فكره ابل عموما التليفون بتاعها ملهمش مصانع بتعمل التليفونات. ابل اللي هي اكبر شركه محمول في العالم، الشاشه بتاعتها تقريبا بتاخدها من سامسونج، اوكي، والحاجات اللي داخلها اللي في التليفون تقريبا بتصنعها في الصين. يعني ابل تعرف يعني ابل شركه عملاقه، من اكبر خمس او من اكبر ثلاث شركات في العالم، ما لهمش مصانع، ما لهمش مصانع تعمل التليفونات بتاعتهم. طيب، امال شركه ابل دي؟ شركه ابل دي شركه تسويقيه. ده بقى المفهوم الصح ليهم. هقول لك على حاجه، دلوقتي هنعتبر ان ده ايفون، تمام؟ انت دلوقتي عندك ايفون، تمام، وريني انت بقى وشطارتك هتبيعه ازاي. هم ابل بيعملوا كده، بيعرفوا يبيعوا الحاجه اللي معاهم، فهمت؟ وماكدونالدز برضه بيعرفوا يبيعوا الحاجه اللي معاهم. الناس دي خد بالك ممكن تكون تقول مثلا حركه زي بتاعت ماكدونالدز دي الناس بتخسر، هو كده خلاص انا ادمنت القهوه بتاعته، لان حرفيا انا ما شربتش قهوه زيها. فهمت الفكره؟ فبالتالي هرجع بقى في شهر واحد اطلبها منهم، هدفع بقى. فهمت اللقطه اللي بتكلم فيها؟ طيب، قيس بقى على كده حاجات كتير قوي، تمام؟ يبقى اذا الفلوس من وجهة نظري، من وجهة نظري الشخصية طبعا، هي بتيجي عن طريق الذكاء وعن طريق انك تكون انسان ذكي وبتعرف تستغل الفرص والى اخره، تمام؟ وبرضه بتيجي بالذكاء والتفكير. فهمت؟ اقعد فكر، لو انا مثلا معايا منتج طب هبيعه ازاي؟ وهكذا، فاهم؟ هتلاقي الفلوس لقيت لها سكة، لقيت لها سكة. فادي الفكرة من الفيديو، وانا حبيت اقول لكم الحركة فعلا بجد اللي ماكدونالدز بتعملها بتعجبني شخصيا. اتمنى بقى لو الحلقه عجبتك يا ريت تنزل تشترك وتحط لايك، والسلام عليكم.